فازدادت خفة وماء ونورا وجمالا وكانت تهتف بها الهواتف وتبشرها بحملها به وكانت في الليلة الظلمة لا تحتاج إلى مصباح بل نور أخير السوق حتى تتابعت أيامها وشهورها وجاءت الليلة المباركة وهي ليلة 16 من شهر رجب الأصاب وحضرتها الولادة فأقبل أبو طالب يريد إحضار النسوة لها وإذا بنات يا أبا طالب رد النسوة فإن المولود طائر مطهر أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هتف الهاتف بها عليك بالمسجد الحرام فجاءت إلى المسجد الحرام وطافت وسعت وتوسلت إلى الله بمولودها الكريم أن يسهل الله عليها ولادتها فجاءت إلى الجدار وانشق بقدرة الله وزجنا جبرائيل على الرخامة الحمراء وبقيت 3 أيام تأكل من موائد الجنة هذا من طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما أم الإمام الجواد حملت به فازدادت خفة وباء ونورا وجمالا هذا من طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مدحه مقول أفلح من صلي على الرسول وعلى الرسول يا سامعين النظام صلوا على البدر التمام محمد اللهم صل على محمد وآل محمد حتى تتابعت الشهور والأيام وجاءت الليلة العاشرة شهر رجب الأصاب ضرتها ساعة الولادة هذا من طيب رسول الله حضرت الولادة أم أمير المؤمنين وأم الإمام الجواد فبينما هن في فرحتهن وسرورهن اتسطعت الأنوار وولدنا الإمام أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد صلوات صلى على علي بن أبي طالب ربي عليه صل وسلم صلوات ربي على الزهراء وبنوها صلوات ربي عليه ولدت في حرم الإله وأمنه حيث فناؤه والمسجد ولدته طائرة الثياب نقية طابت وطاب وليدها والمولد صل وسلم على محمد ولدته طائرة الثياب نقية مثله إلا بآمنة النبي محمد اللهم صل وسلم على
أنت العلي الذي فوق العلا رفعا. أنت العلي الذي فوق العلا رفعا ببطن مكة وسط البيت إذ وضعا. وأنت حيدرة الغاب الذي أسد البرج السماوي عنه خاسئا رجعا. سمتك أمك بنت الليث حيدرة أكرم بربوة ليث أنجبت سبعا. لو أن عبدنا أتى بالصالحات غدا وود كل وصي وود كل نبي أو وصي نبي وقام ما قام قواما بلا ملل وصام ما صام معصوما من الزلل ما كان هذا بيوم الحشر نافعه إلا بحب أمير المؤمنين علي. صلى علي بن أبي طالب صلوات ربي عليه. صلي وسلم عليه صلوات ربي عليه. أعدنا سالمين غانمين على هذه الأيام المباركة. اللهم بلغنا شهر رجب وشهر شعبان وصيام شهر رمضان. اللهم أعدنا سالمين غانمين. بارك للمسببين ولنا وللحاضرين.